18 نوفمبر 2025 بدا بحال كاع الايام. جويه 12 و20 دقيقه ديال النهار، وقفات الموسيقى اللي كنت مخدم في سبوتيفاي. خرجت منه وعاود دخلت، والو. شكيت ياك ما يكون عندي شي مشكل في الانترنت، ومشيت نجرب بالراعي الرسمي ديال واش الانترنت خدامه ولا لا، جوجل. وكان خدام، ماشي مشكل. ما عندي ما ندير شي موسيقى. رجعت باش كنخدم، وحتى هو ما خدمش. درت تحديث شحال من مره ولكن والو. شويه بداو كيجيوني ميساجات في الواتساب من الناس اللي كنعرف، كيسولوا واش حتى انا عندي شي مشكل في تشات جي بي تي، اكس، سبوتيفاي، زوم، كانفا، وزيد وزيد. تما عرفت بلي كاين شي مشكل. من بعد عرفنا كاملين السبب اللي من مورا هاد الشي كامل، ملي هاد المواقع كاملين كانوا كيبينوا نفس الواجهه تقريبا، واللي هي هادي. وبداو النظريات بطبيعه الحال. اللي كيقول باللي برهوش عنده 13 عام بيراطا الانترنت كامل، واللي كيقول باللي جنون ضربوا التليفونات كاملين. وكانوا شي نظريات اللي قراب للمنطق بطبيعه الحال، بحال الناس اللي قالوا ممكن شي ديدوس اتاك ولا شي مشكل في شي داتا سنتر كبير. ولكن كيبقى المشكل هو الا هاد الشي كامل ديدوس اتاك ضرب واحد الشركه سميتها كلاود فلير، او لا داتا سنتر ديالهم فيه مشكل، علاش النص ديال المواقع اللي في العالم طاحوا؟ اجيو نرجعوا شويه اللور، نعرفوا شكون هي هاد الشركه اللي لا طرا ليها شي مشكل الانترنت كامل كيطرا فيه مشكل. شكون هاد كلاود فلير؟ تخيلوا معايا الانترنت بحال شي طريق كبير عامر بالطوموبيلات، وكاين واحد رجل المرور مكلف بالتنظيم ديال هاد الطريق. فين خاصك تمشي، شكون اللي غادي يسبق، شكون اللي عنده الحق يمشي في هاد الطريق، وشكون اللي ما عندوش الحق، شكون اللي عنده حق الاسبقيه على شكون. هذا هو كلاود فلير في الانترنت. هاد الشركه كدير 3 ديال الخدمات الكبيره ومهمه بزاف. اول حاجه هي الحمايه من الهجمات اللي كيضربوا المواقع، وثاني حاجه هي كتسرع المواقع حيت عندهم سيرفرات في جميع انحاء العالم. ثالث حاجه واللي مهمه بزاف هي تنظيم الترافيك ديال الانترنت. اي واحد دخل الموقع كبير، كلاود فلير كتشوف فين كديه، وشكون خطر وشكون اللي ماشي خطر ومزيان. هاد كلاود فلير فيه عساس وبوليسي وجي بي اس ديال الانترنت، وخدامين بها بزاف ديال الشركات، ماشي غير صغار ولكن حتى الكبار بحال كوين بيس، ديسكورد وامازون. دابا اجي نشوفوا اشنو طرا لهاد كلاود فلير. ما كاين لا جنون ولا هجوم ولا هم يحزنون. كان غلط في الصلاحيات ديال واحد المركز ديال البيانات، والغلط هو انهم بدلوا واحد الاعدادات في التحديث الجديد ديالهم. هاد التغيير خلى مركز البيانات يخرج المعلومات 2 مرات في الملف اللي كتخرج فيه المعلومات، وهذا الشيء خلى حجم الملف يكبر. هاد الملف كيمشي لالاف الاجهزه في كلاود فلير، وكان واحد البوت او روبو كيقرا هاد الملف في هاد الاجهزه باش يفرق بين الاشخاص الحقيقيين والسبام. والبرنامج اللي كيقرا هاد الملف عنده واحد الحد في الملفات اللي كيقرا، ومادام الملف تزاد الحجم ديالو النظام اللي تيقراه وقف وطفى. الاجهزه ديال كلاود فلير بداو كيقفوا واحد بواحد، والترافيك بدا كيتقال حتى وقف. حتى كلاود فلير راسهم كانوا شاكين باللي هذا شي ديدوس اتاك، ولكن السبب هو واحد الملف كبر شويه فوق القياس. بدا المشكل في جويه 12 و20 دقيقه، وبداو كيرجعوا للمواقع جويه 33 دقيقه. وفي 6 ديال العشيه خرجوا كلاود فلير وقالوا اراكم الخدمه كلشي تقاد. كلاود فلير اعتذروا من بعد وقالوا هادشي ما خصوش يتعاود، وغادي نصلحوا النظام باش ما يبقاش يطرا بحال هادشي. واش حتى نتوما حسيتوا بالمشكل ولا لقيتوا شي مشكل في شي خدمه ملي كان هاد المشكل؟ جاوبوني في التعليقات. كان معكم مستر تشيب، بيس اوت.